الجلاش المصري من اشهر المقبلات اللي بتبقى موجودة على السفرة في المناسبات والعزومات، وطبعا في رمضان. هعمل معاكي النهاردة صينية جلاش باللحمة المفرومة والموتزاريلا، وكمان هقولك على 3 اسرار هتخليها تطلع معاكي مظبوطة جدا من غير ولا غلطة. لو انتي اول مرة تشوفيني ياريت تعملي اشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير. ويلا بينا نبدأ. عندي هنا لفة من الجلاش، كوباية كبيرة من اللحمة المفرومة المتعصجة، وكوباية كبيرة من الجبنة الموتزاريلا، سمنة سايحة، بضاية ولبن، ملح وفلفل وبيكنج باودر. هسيب لكم المقادير بالظبط تحت في الديسكريبشن بوكس. انا بقالي فترة كبيرة بحب قوي ان انا اعمل الجلاش في البايركس، بيطلع معايا مظبوط جدا، فما بقيتش اعمل غير فيه بصراحة. اول حاجة هدهن الصينية بتاعتي، استخدمي الصينية اللي تحبيها، هدهنها بكمية كويسة من السمنة السايحة. وبعد كده هبدأ ان انا احط الجلاش. انا بحط طبقتين طبقتين، ورقتين ورقتين كده، بيطلع معايا خفيف ومش شارب سمنه كتير وبيبقى مظبوط. انتي تقدري تقصي الورق بتاع الجلاش على قد الصينيه بتاعتك، بس انا بصراحه بحب اعمل الطريقه دي، بتني الورق على جوه، وبعد كده بدهنه كويس قوي بالسمنه. بحط نص الكميه من تحت الحشوه والنص الكميه التاني من فوق الحشوه. هنا بقى خطوه مهمه لو انتي هتتني معايا الورق كده لجوه، ان احنا بنعمله عكس بعض، يعني ورقتين الناحيه دي وورقتين الناحيه التانية، علشان ما تبقاش طالعه من حته ومن حته تانية نازله. فنحاول ان احنا نظبطه كده زي ما هو باين عندك في الفيديو. بحط برضو السمنه. انا كانت اللفه اللي عندي دي حوالي 11 او 12 ورقه، فحطيت 6 ورقات من تحت، وبعد كده هضيف الحشوه و6 ورقات من فوق. انا استخدمت في الحشوة عندي اللحمة المفرومة المتعصجة ومعاها موتزاريلا. تقدري طبعا تزودي الكمية زي ما انت عايزة، ده كان بواقي لحمة مفرومة متعصجة عندي فانا استخدمتها، لكن انت تقدري تزودي زي ما تحبي او تقللي كمان براحتك خالص الحشوة. ضفت اللحمة المفرومة وبعد كده ضفت الجبنة. بحاول بقى ان انا اوزعها بايدي كده كويس قوي. تمام، وزعت بقى الحشوة بتاعتي كده كلها كويس. ابدأ ان انا اضيف الطبقة اللي من فوق، برضو هضيف ورقتين ورقتين كده، بيبقى احلى واخف والطبقات بتاعتي بتبقى مظبوطة. لكن لو حطيت ورقة ورقة كده بيبقى تقيل شوية، وبيبقى تقيل كمان على المعدة، السمنة بتبقى كتير. بظبط بقى معايا الورق كده. اخر ورقة بس بضيفها، بتني التانية لجوه علشان يبقى شكل الصينية بتاعي مرتب كده وجميل، زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده بتنيها لجوه. اخر ورقة برضو هضيف عليها السمنة. وهنا بقى هقول لكم على اول سر من الاسرار بتاعتي. انا بعد ما بضيف السمنة باخد الصينية كده وبدخلها التلاجة لمدة 10 دقايق. اول ما السمنة تجمد كده شوية هتبقى اسهل في التقطيع، وانتي هتجربي بنفسك وتحكمي. تاني سر بقى من الاسرار ان انا لازم اضرب البيضة بتاعتي كويس جدا لوحدها قبل ما اضيف عليها اللبن. الطريقة دي هتخلي البيضة مضروبة كويس جدا وملهاش اي اثر في الجلاش، ومش بتكتل معايا، ومش هتحسي بطعمها ولا على وش الجلاش ولا بين الطبقات. بعد كده هضيف اللبن وارجع تاني ان انا اضرب كويس قوي. بعد كده بقى هضيف الفلفل والملح. تقدري تستخدمي هنا فلفل ابيض علشان خاطر ما يبقاش ظاهر اللون بتاعه على وش الجلاش. تالت سر بقى من الاسرار بتاعتي هي الربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، بتخلي معايا الجلاش ان هو يبقى مورق اكتر. طلعتها بقى من التلاجة، هبدأ ان انا اقطعها.
قطعيها بالحجم المناسب ليكي زي ما تحبي. انا عايزاكي تجربي الطريقه دي، ان انتي تدخليها في التلاجة 10 دقايق وشوفي ازاي هتتقطع معاكي بشكل اسرع ان انتي تقطعيها على طول بعد ما تحطي عليها الماده الدهنيه او السمنه يعني السايحه بتاعتك. خلاص بقى قطعتها كويس جدا. هبدا ان انا احط عليها الخليط اللي انا عملته بتاع اللبن والبيض. ممكن كمان تضيفي على الخليط ده بقيه السمنه السايحه اللي احنا كنا بنورق بيها الطبقات. احرك بقى الصينيه بتاعتي كده عشان اتاكد ان هي اتشربت كلها، واسيبها دقيقه واحده بس عشان تتشرب خالص. الخطوه دي بقى اختياري، حطيت رشه من السمسم ورشه من حبه البركه. اولا بتخلي الشكل حلو جدا وكمان طعمها بيبقى حلو. دخلتها في فرن سخن جدا في الرف المتوسط على درجه حراره 180، واول ما الجوانب بتاعتها تبدا ان هي تحمر بشغل عليها الشوايه عشان تاخد لون حلو من فوق. ببدا بقى ان انا اقطعها او اعيد يعني على التقطيعه اللي انا عملتها واطلعها من الصينيه. لو انتي مش هتقدميها وتاكليها على طول، خطوة مهمة جدا ان انتي لازم تغطيها علشان تفضل طرية معاكي. بصوا بقى شكلها من جوه ومستوية جدا من تحت، والورقات مورقة خالص ازاي. بجد انتوا هتجربوها وان شاء الله انا واثقة ان هي هتعجبكم. انا بالنسبة لي مش بتلحق بطلعها على طول من الفرن، بتتاكل في ساعتها. لو انتوا وصلتوا معايا لاخر الفيديو اتمنى انكم تعملوا لايك واستنوني ان شاء الله في الوصفة اللي جاية.